السلام عليكم، رجعت لكم بهذا الوصفة تاع الصابلي المورينغ بطريقة سهلة. واللي شاف قناتي لأول مرة ندوه الاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم جديد. ومباشرة نروح لطريقة التحضير مع المقادير وفرجة ممتعة. في غيسيبيون درت 250 غرام مارغرين تكون طرية، نضيف عليها كاس سكر كلاصي ونخلطهم مليح. ونضيف عليهم 2 صفار البيض و2 حبات بيض كاملين، ونعاود نخلطهم مليح ونضيف عليهم نص كاس زيت. ونضيف عليهم شوية من عطر البندق، تقدروا تعوضوها بلا فاني. ونضيف عليهم 2 مغارف كبار كاوكاو يكون محمص وملح رقيق. ونكمل من العجينة بالفرينة ونضيف عليهم نص كيس خميرة الحلويات، ما تكثروش بزاف الخميرة. هذا هو القوام تاع العجينة اللي تحصلت عليه. نفتحها ما نديرهاش رقيقة بزاف، ونطبعها بهذا الطابع المدور. تقدروا تستعملوا اي طابع كان عندكم. وفي المورانغ نحتاجو 75 غرام بياض البيض، ما يعادل 2 حبات بيض، و150 غرام سكر عادي. لازم السكر يكون الضعف تاع البيض في الميزان. ونكمل نخلطهم مليح. ونحطهم في بان ماغي، ونكمل نطلعهم مليح بالباتور حوالي 5 دقائق حتى ل8 دقائق حتى نشوفوا القوام تاعها ولا ثقيل. هنا بدات تثقل كما راكم تشوفوا. وهذا هو القوام اللي تحصلت عليه. نعمرها في لابوش. ونكمل نشكلها بهذه الطريقة فوق الصابلي، ونديرها طيب على 180 درجة. لازم ديروها طيب في وسط الفور باش تبقى محافظة على الشكل تاعها. وبعد ما طابت وخليتها بردت مليح نلصقهم بالمعجون، وفي الاطراف نكمل ندهنها مليح بالمعجون ونرمدهم في الكاوكاو يكون محمص وملحي. ونكمل نزينهم بالمعجون اللي ضفت له شويه لاغوم تاع الفراز. وهذا هو الشكل تاعهم النهائي. ما بقى لي غنوريكم القوام تاعهم كيفاش جا. نتمنى تجربوا الوصفه تاع نهار اليوم، نتمنى تكون نالت اعجابكم. وهنا نكون كملت معكم الوصفه تاع نهار اليوم. نقول لكم مع السلامه.